السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. النادي الافريقي ينهزم في المتلوي بهدف مقابل صفر. شوف، في كرة القدم راهو الانتصار عنده اسباب والهزيمة عندها اسبابها، ما فما حتى شيء معناه يجي من فراغ. اذا كان انتصرت راهو عندك اسباب علاش انتصرت، اذا كان انهزمت راك تتحمل مسؤولية الاخطاء اللي ارتكبتها. في فيديو سابق قلنا انه الافريقي اذا كان يلعب بنفس التركيز ونفس الانضباط نتاع مباراة العمران راهو بنسبة كبيرة برشا راهو باش يعود بانتصار المتلوي، وأنه المتلوي ماهيش في أحسن حالاتها، أنه المتلوي عندها 3 مباريات ما ربحتش وما ماركتش، مش حتى ما ربحتش، انهزمت هدفين صفر في زوج مباريات، وتعادلت مع العمران في المتلوي 0-0، وانت خارج من انتصار مع العمران. معناها كل المؤشرات توحي أنك باش تعدي مباراة محترمة ومنطقيا باش ترجع بانتصار من المتلوي. ايش صار في المباراة؟ النادي الافريقي دخل المباراة يلعب ومركز 10 دقائق، بعد جت الهدف الاولى، الهدية الاولى نجم نقول من علي يوسف. حتى هنا ما ثمش مشكلة، اي ملاعبي كبير مهما يكون الملاعبي نجم في اي وقت يعمل هافو وتثبت سب في هدف. بعد الهدف النادي الافريقي مطالب برد فعل، وكانت موجودة رد الفعل. كانت الفرصة الأولى للشوات، يظل الشوات، والفرصة الثانية كانت لشرف الدين عون. شرف الدين عون وقت اللي رجعت له الكرة في وسط 18 متر، أي ملاعبي فنيا مقبول، ما نقولش ممتاز، هذيك يحطها في الشبكة وتبدأ مباراة جديدة. لكن شرف الدين عون حطها في السماء. كيفاش شنو تحب تعمل؟ هذا يعطيك دليل على نوعية اللاعبين الموجودين اليوم في النادي الافريقي. شرف الدين عون حكينا عليه، قلنا شكون اللاعبي هذا شرف الدين عون، شكون كان يعرف كل ما يجي النادي الافريقي. ملاعبي كان حر في الاولمبي البلجيك، وفي العقد نتاعو ما تجددش في الاولمبي البلجيك، لاعب حر، اذا بقى صيفيه كامله هو حر. اذا كان ملاعبي وقيمه ثابته، علاش ما حتى فريق ما طمع في انتدابه؟ ولهذا النادي الافريقي اليوم يخلص في فاتوره نوعيه اللاعبين اللي يجيب فيهم. تجيب في لاعبين متوسطين، ولهذا النتائج نتاعك لازم تكون متوسطه ولا ضعيفه حتى اذا كان لزم الامر. قلنا حتى هنا مش مشكله سيدي، ضاعوا الفرص، لكن وقت اللي تعطي هديه اولى هو الهدف الاول، وبعد تزيد تعطي هديه ثانيه اللي هي الورقه الحمراء، هنا ايش عملت انت؟ هنا حطيت المنافس في موقع قوه. حطيته في موقع قوه كيفاش؟ عطيته هدف من لا شيء وعطيته اسبقيه في اللاعبين. طبيعي هنا باش المباراة حتى تكون انت خير من المنافس، تولي اكيليبري الماتش باش يولي. وهنا دخلنا يكون كان منعرج، الورقة الحمراء كانت منعرج في المباراة، ولت المتلوي فافوري عليك في المباراة. وهذاك اللي صار، يظل ما الافريقي ما قدرتش باش تعمل برشا خطر على المتلوي، وهي ب 10 ملاعبين، زيد حالة الميدان، زيد برشا ظروف حكمت انك ما تنجمش تعطي المردود المطلوب منك. مادام انت نحيت سلاحك وعطيته للمتلوي، كيفاش باش تربحها وكيفاش تلعب معها الكرة؟ حاجة طبيعية. شوف، راهو فما حاجة لازم جماهير النادي الافريقي تقتنع بها. راهو نوعية اللاعبين هذوما ما تنجمش تمشي بيهم لبعيد. راهو اذا كان طالب انت باش شرف الدين عون وخان يلعبوا في بقعة الزمزمي والصغير، راهو فماش ما عملت شيء. اذا كان خرجت الزمزمي والصغير وبدلتهم بعون وخان، راك تقريبا ما عملت حتى شيء. اذا كان ما تجيبش ملاعبيه فنيا ممتازين، راهو ما تنجمش تطالب بالنتائج، لانك في الاخر انت ماكش تلعب وحدك في تيران، راك تمشي وتتحول لفرق اخرى على ميدانها ومحضرت لك وعندها الاسلحه نتاعها وعندها اللاعبين نتاعها وعندها التحضير نتاعها وعندها لي زونترونور نتاعها. راك عندك منافسين في الميدان، ماكش تلعب وحدك. مش كل مباراه تدخلها معناها وانت فايز. اذا كان ما تكونش خير من المنافس في كره القدم راه ما تنجمش تربح. وهذا اللي صار في مباراه المتلوي. انت عملت اخطاء
أديت بيهم انتصار للمتلوي. على كل حال شوف، ثم ملاعبية وثم حاجات معناها واضحين في النادي الافريقي ما يستحقوش معناها الناس تفهم في الكورة ولا معناها